السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع كويزين لالا. اليوم راح نديرو القطايف بطريقه سهله، مقادير جد مضبوطه والنتيجه تخرج ولا اروع. راح يجوا مقرمشين من برا، طريين مشربين معسلين ما شاء الله من الداخل، بحشوه خفيفه سهله يعني، ويخرجوا احسن من تاع المحلات. ما عليكم غير تشوفوا الفيديو من الاول للاخير. ولا كنتي اول مره تزوري قناتي نقول لك مرحبا بك حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. ما تنسيش الاشتراك تفعل الجرس باش يوصلوك جديد وصفاتي. ونقول لكم توجور عاونوني ودعموني بالجام لا فيديو. نبداو بسم الله بعد ما صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. في الطريقه هنا البنات نجيب كاسرونه وندير فيها 2 كيسان تاع السكر. هذا الكاس يرفد 220 مليلتر. راح نزيد عليهم 3 كيسان تاع الماء، يعني هذا السيرو اللي راح نخدموه نشربوا به القطايف تاعنا. ندير طرونش تاع الليمون نحطهم على النار يغلو مده 12 حتى ل 15 دقيقه. اون فوا يغلو نطفي عليهم ونزيدهم نص كاس تاع ماء الزهر. اختاروا النوعيه اللي تكون مليحه باش تكون البنه تاع السيرو تكون شابه. ونزيد 2 مغارف كبار تاع العسل ونخليهم على جهه. من جهه واحده اخرى نجيب القطايف تاعي. انا شريت هذه النوعيه، شوفوا النوعيه مليحه تاعها ما شاء الله، يعني كي تجربي حاجه اول مره تعرفي نوعيه مليحه ولا لا. يعني ماهمش خشان رقاق جايين كيما الشعره، شوالا شغل جايين مكتسين كيفي. انا حكمتهم وبقيت نحلي فيهم بهذه الطريقه. فوالا شوفوا كيف تحلوهم البنات. لقيتهم ليسونسيال ما تشروش هذوك اللي تكون شعره تاعهم غليظه، راح يجيكم يابسين وما يجوش كاع شابين وما يتكلوش. بصح هادو اللي يجوا كيما الشعره رقاق شابين ما شاء الله. بعد ما حليتهم البنات كيما هكا في قصعه ولا اي حاجه عندكم ولا ريسيبيون، نجيب مغرف نص مغرف كبيره ولا هي مغرف صغيره تاع لافاني، يعني راح نسم القطايف تاعي. ونزيد لهم مغرف كبيره تاع سكر غلاس و2 مغارف تاع السمن ونخلطهم. هنا هذه نصف الكميه اللي راكم تشوفوا فيها معايا، نصف الكميه تاع الباكي هذاك تاع القطايف. نخدمهم هكا 2 دقائق ولا يا ربي يدخل فيهم هذاك لافاني باش يجوا بنان ومنسمين. نروحوا دركا نوجدوا مع بعض الحشوه تاعنا اللي هي تري سامبل. درنا 3 كيلات تاع الكاوكاو، انا كيلت بهذه الغرفيه الصغيره. ونشوف اذا خصني نزيد عادي. ندير بنات 2 مغارف كبار تاع السكر، رشه مليحه تاع القرفه راح تعطيها بنه ولا اروع. وزدت 2 مغارف كبار تاع السمن. شغل راكم تخدموا في لافارس ولا الحشوه تاع البقلاوه، يعني ما كاش فرق بينها وبين الحشو تاع البقلاوه. ندير توجور رشه تاع الملح اللي ما نستغناش عليها. وزدت هنايا البنات، هنا درت السكر، درت 3 مغارف كبار. فوالا دائما في الحشوات نديروا سكر ثلث مقدار المكسرات اللي عندنا. ونزيد لها ما زهر بهذه الطريقه ونبقى نخدم فيها، ما نشمخهاش بزاف وما نديرهاش ناشفه بزاف، يعني وسط كيما راكم تشوفوا. هذه هي الحشوه اللي نتحصلوا عليها في الاخير. نزيد غير شويه ما زهر البنات. فوالا نروح نوجد السنيوه تاعي اللي راح تدخل للفور اللي راح ندير فيها القطايف تاوعي. ندهنها بكميه مليحه تاع السمن باش يجوا محمرين ومقرمشين من التحت. نجيب البنات نجي للبلون دو طرافاي تاعي ونحط هكا شغل نميز بعينيه ديكاري من هاد القطايف. نحلهم مليح البنات ونحط مغرف كبيره تاع المكسرات ولا تاع الحشوه تاعنا تاع الكاوكاو ونلويهم كيما هكا بطريقه جد سهله. هكا نكدسهم مليح بيدي، نحاول نجمع الحبه تاع القطايف بيدي مليح. كمل بنفس الطريقه مع كامل الكميه اللي عندي. المهم شغل ديروا، انا درت عيني ميزاني، شغل ديروا 10 سنتيمتر على 5 سنتيمتر مستطيل باش يجيكم كاع الحبات كيف. فوالا ونستفهم في البلاطو تاعي. الا كنت باغيتهم يتحمروا من الجوانب نبعد بين الحبه واختها، ولكن اذا كنت باغيتهم يتحمروا غير من الفوق عادي نديرهم حدا بعضاهم عادي جدا. هاكا البنات سورتو الجوانب اسيو تشدوهم مليح بيديكم باش الحبه تقعد شاده روحها. فوالا شوفوا انا درت الوالد درتهم كبار والتواله هذوك درتهم صغار. بعد ما كملت هذه الكميه وبقاو لي 3 حبات درتهم في قوالب فرديه. نجيب هنا كاس تاع ليدام. شا درت انايا؟ درت زبده اللي هي مارغرين والسمن والزيت، يعني درت خليط بين هاد 3 مكونات، دفيتهم على نار وراني نسقي بهم. كل حبه ندير لها مغرف كبيره
سي سوفيزون، يعني كفيهم باش يتحمروا ويطيبوا معنا ما شاء الله، ما يجوا معجنين ما يجوا يابسين، يجوا مقرمشين ويجوا شابين. هذا الوقت راني درت الفور تاعي يحمى على 180 درجه مئويه ولا 170، يعني ما ديروش نار قاويه، تخليهم يطيبوا على مهلهم. اون فوا يتحمروا من التحت، كي تاكدوا بلي تحمروا من التحت طلعوهم شعلوا لهم من الفوق، خلوهم يضربوا تحميره شابه كيما هذه راكم تشوفوا فيها، ونخرجهم مباشره ونسقيهم بالسيرو تاعي اللي راه كان بارد، يعني هما حامين والسيرو بارد. وبهذه الطريقه راح يتشربوا مليح، يجوكم مقرمشين البنات من برا وطريين ومعسلين ومشربين من الداخل، يعني احسن 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 من تاع المحلات. صدقوني هاد الوصفه ناجحه وصادقه وبزاف شابه، خاصه في السهرات الرمضانيه. نبغوا القطايف، نبغوا قلب اللوز، نبغوا هادو الحوايج يكونوا حاضرين معنا، يعني ما حش نديروهم دائما كتريه في رمضان صراحه. هنا كان عندي البيستاش، ماشي البيستاش البنات، سي البيستاش المخدوع اللي هو الكاوكاو. درت له عطر البيستاش ودخلته الفور، اكيد كاوكاو مطحون، وبعد ما دخل الفور يبس معايا اعطاني هذا اللون، خرج لي تقول بيستاش. وكان عندي ورد الشوش اللي زينت به كما راكم تشوفوا، وخرجت القطايف تاعي ولا اروع البنات، بنه وشكلا ذوقا ومذاقا. صدقوني وصفه من اروع الوصفات، ما عليك غير تسجليها ولا روحي جربيها، راه رمضان سي وقتها، فرحي بها وليداتك والعائله تاعك. دوك تشوفوا معايا البنات كيفاش نقسمها، كيفاش تجي شابه تجي معسله ومشربه. فوالا البنات كما تقدروا في الاخير باش تبقى هذيك لا بغيونس ديروا ملعقه، يعني شويه تاع العسل من الفوقه، كنقولوا مغرف صغيره في كل حبه من الفوقه، هكا تجيكم ولا اروع. فوالا هما القطايف تاعنا حاضرين قدام عينيكم. شوفوا كي نقسمهم من الفوق راهم مقرمشين، ولكن الداخل طريين، ماشي يابسين ماشي ناشفين، طريين ما شاء الله، يعني تكلوا يذوبوا في الفم. شوفوا الله يبارك هذيك الحشوجات معسله ولا اروع. جربوهم البنات، اللي عجبتها لا فيديو وصلت لهذا المقطع هنايا، نقولك حبيبتي ما تنسايش جام لا فيديو بارطاجيها مع حبيبتك ومع صاحبتك، قولي لها جربي هاد القطايف يخرجوا من اروع ما يكون. فوالا البنات هنا نكونوا وصلنا لفيديو تاع نهار اليوم، جاسبر تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش تضربوا طله للقناه، راه فيها بزاف وصفات ومشترياتي لمستلزمات حلويات العيد. قريبا ان شاء الله نبداو في حلويات العيد، كونوا وفيات لقناه كويزين لالا ديزات. نرحب بالجميع ونقول لكم صحه صيامكم، صحه فطوركم، في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.